السلام عليكم ورحمة الله. بعد انقطاع حوالي سنة رجعنا مع بعض تاني في القناة. وعايزة اكلمكم النهاردة ازاي تربوا، او لو انت خايفة تربي انواع طيور معينة مع بعضها اقولك تعملي ايه. زي ما انت شايفة كده ان انا مربية هنا وبدأ التربية، لان ده اول يوم ليهم تربية. بط مع فراخ بيضة مع فراخ ساسو. طيب الشاطرين في التربيه او اللي عارفين التربيه يقولوا لا ده ما ينفعش. لا، هو ينفع بس بشرط ان احنا ما نطولش المسافه اللي البط هيقعد فيها مع البط، اللي البط هيقعد فيها مع الفراخ، لان البط يعني بيبقى زي ما بيقولوا كده نفسه حامي شويه. طيب امال نسيبه قد ايه؟ يعني اقصى حاجه اسبوع، 10 ايام بالكتير. بعد كده لازم ننقله او نفصلهم عن بعض. اما فتره الاستقبال الاتنين بيكونوا نقدر نستقبلهم الاتنين مع بعض عادي. طيب لو كانوا فراخ بقى، انواع فراخ معينه ممكن تقدر تسيبيها لحد 21 يوم من غير ما يحصل مفيش اي تغيير. هتسيبوهم مع بعض 21 يوم، مفيش اي خوف انك تربي ساسو مع ابيض مع جميزة مع فيومي، كل ده يتربى مع بعضه عادي لحد عمر 21 يوم. او ممكن على الأقل 18 يوم. تمام. تسيبهم لحد 18 يوم، وبعد كده هتنقلي الفراخ البيضة في مكان تاني، لان انت هتضطر ان انت تغيري نوع العلف، ونوع العلف ده مش هينفع للانواع التانية سواء كان ساسو او جميزة او فيومي او اي نوع تاني، لان بيبقوا ما كبروش قوي. الفراخ البيضة هي اللي بتكون كبرت فبتقدر ان هي تبلع او تاخد اللي هي العلفة التسمين. الانواع التانية بقى اللي عندك اللي باقية هتفضلي تاكليها العلفة الناعمة، وتقدري بقى ان هي لو خاصة لو للبيت او للبيض تقدري ان انت تحطي معاها تضيفي معاها حاجات، يعني علشان تقللي من تكلفة تربيتها شوية، لان احنا زي ما احنا عارفين ان هي بتطول شوية مش زي الفراخ البيضة. طيب برضو عشان التربية او تربية انواع كتيرة مع بعض تنفع لازم الفرشة تكون ناشفة. انا حاطة هنا هدوم يا جماعة، عادي عادي، المهم المكان او ايا كانت الفرشة اللي هتفرشيها تكون ناشفة، تحافظ عليها ناشفة، مش هيجرى لهم اي حاجة. خاصة لو كان في بط، لان البط هو اللي يعني ده طائر مائي بيحب المية، دايما بيعك المكان بالمية. لو معاه بط تحرصي اكتر. البط هنسيبه لمدة 10 أيام، بعد كده هنقل البط ده في مكان تاني واسيب الفراخ مع بعضها لحد عمر 21 يوم. لو انت عايزة تجربي الأنواع كلها مع بعضها جربي وما تخافيش، بس زي ما قلت لك كده البط يتنقل على 7 أيام، 10 أيام في مكان تاني خالص غير الفراخ. اما لو فراخ انواع فراخ كتير مع بعضها هتسيبيها لحد عمر 21 يوم، بعد كده تفصليهم عادي بإذن الله. ومش هطول عليكم يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، ومتنسوناش في اللايك. مع السلامة.